ازيكم يا جماعه؟ في فيديو جديد معاكم نور التركي من قناه تركي تك. والنهارده جايين نتكلم عن 4 كابلات، والكابلات دي ماجنتيك. تعالوا نشوفهم عشان نعرف هل كويسين ولا وحشين. بس في واحد فيهم عندي معاه مشكله. تعالوا نشوف. هذه الكابلات اللي معانا النهارده. الكابلات دي كويسه جدا وفعلا اختبرتها ومجربها بقالي فتره، بس عندي فيهم مشكله مع واحد فيهم، وده هنجيله كمان شويه. الكابلات دي بقى، الكابلات دي جايه من شركه بيسوس. الكابلات فعلا كويسة جدا كخامة وكسرعة نقل البيانات، وبصراحة كابلات ممتازة. تعالوا نفتح أول واحد. مش طبعا بيقرا الكلام ده. هو ده الكابل يا جماعة، هو ده الكابل. الكابل ده من تايب سي للايتنينج بورت. الكابل بصراحة خامته حلوة جدا، والمagnetic اللي فيه قوي، مش بسهولة إن هو يتفك معاك. والكابل ده طبعا للايفون. كابل اللايتنينج بورت بيشحن لحد 20 واط، بصراحة يعني كويس. يعني يشحن لك الايفون 13 برو او 13 كمان بس، وايفون 14 و14 برو. كابل بصراحة كويس جدا وخامته حلوة جدا. وادي يا جماعة الكابل البيسوس اللايتنج بورت. بصراحة الكابل ممتاز جدا زي ما انتوا شايفين، مصنوع حلو جدا. وبصراحة الكابل انا جربته كذا مرة، والكابل بصراحة جامد جدا. وادي هو من تايب سي، مكتوب هنا 20 واط. وطبعا لما تيجي تشحن بالكابل ده الحتة دي هتنور. وبصراحة الكابل كويس جدا. وبيسوس اهي، كابل بصراحة ممتاز. نيجي بقى لتاني كابل معانا النهاردة، هو برضه من شركة بيسوس. تعالوا نفتحه. وادي الكابل يا جماعة، هو نفس الشكل من جوه. وادي تاني واحد يا جماعة معانا النهاردة، وهو كابل من تايب سي لتايب سي. الكابل ده حلو جدا. الكابل ده بقى ميزته في ايه؟ ان انت ممكن تشحن بيه لحد 100 واط. يعني انت مثلا لو تليفونك بيسبورت حتى 80 واط 100 واط، هنا الكابل ده هيديك ال 100 واط كاملين. وانا جربت الكابل ده كذا مرة، بصراحة كابل ممتاز جدا وخامته حلوة جدا. وادي يا جماعة الكابل التايب سي للتايب سي، وادي هو الماجنتيك. صراحة الكابل جامد جدا. انا كنت بشحن بيه ماك بوك اير. كابل بصراحة ممتاز، وهو مصنوع بنفس خامات الكابل اللي فات. بصراحة خامته حلوة جدا. كابل اهو 100 واط، كابل ممتاز جدا. نيجي بقى لتالت كابل معانا النهاردة، بس الكابل ده مميز شوية عكس الاتنين التانيين، وهنعرف دلوقتي ليه. ادي الكابل يا جماعة. الكابل ده ميزته في ايه؟ عندك هنا زي بيت محطوط فيه لايتنينج بورت، ومحطوط فيه مايكرو يو اس بي، ومحطوط فيه تايب سي. يعني بسهولة جدا ممكن تجيب اي كابل فيهم وتشغله على طول. وادي يا جماعة الكابل البيسوس اهو، دي الحتة الماجنتيك تشبك فيها. وادي الفتحات بتاعتها، عندك اهو التايب سي، وعندك مايكرو يو اس بي لايتنينج بورت. انت ببساطة جدا ممكن تروح عامل كده، شادد الكابل على طول، وتعمل كده مع الاتنين التانيين. صراحة الكابل حلو جدا، والبيت اللي بيتحط فيه المنافذ بتاعتها صراحة مصنوعة حلو جدا. والكابل ممتاز، صراحة أنا بستعمله في كذا حاجة. أنا بشحن بيه الماوس بتاعي، والكابل بصراحة أنا بعتمد عليه في حاجات كتير جدا. خامته حلوة جدا ممتازة. ماشي، نيجي بقى لرابع كابل معانا النهاردة، وده أنا حصل بصراحة معايا فيه مشكلة برضو إيه، لازم إن أنا أبلغكم بيها عشان تكونوا عارفين كويس جدا وانتوا بتشتروا. ايه بقى المشكله دي؟ مشكله الكابل ده يا جماعه ان هو حرق لي سوكت لايباد اير، بوظ لي السوكت بتاعه خالص، مع ان الكابل مصنوع حلو جدا. الكابل بصراحه حلو، وبرده في البيت في المايكرو اس بي وفي اللايتنينج بورت وفي التايب سي. بس بصراحه انا بطلت استخدم الكابل ده بعد ما حصلت المشكله دي، قلقت منه بصراحه اللي هيبوظ لي حاجه تانية، فما انصحكوش بيه يعني. بس برده هوريه لكم وتقرروا انتوا براحتكم. والكابل ده من شركه هوكو، هي بصراحه شركه كويسه جدا، بس انا مش عارف هل ده حصل معانا بس ولا حصل مع ناس تانية. تعالوا نشوف الكابل. وده يا جماعه الكابل الهوكو اللي عمل معانا مشكله، هي بس اتنت مني.
بس ده انا بصراحه ما انصحش بيه، يعني التجربه اللي حصلت معايا ما احبش حد تاني يشوفها. وادي الثلاث مخارج، التايب سي واللايتنينج بورت ومايكرو اس بي. وما تيجي هنا تشحن الحته دي بتنور ازرق. هو بصراحه خامته كويسه جدا، بس انا بصراحه التجربه اللي مريت بيها كانت سيئه جدا، فانا ما انصحش بصراحه حد في الكابل ده. يعني لو فكرتوا ان انتوا تشتروه ما انصحكوش، عشان اللي حصل معايا ما احبش ان هو يحصل لاي حد فيكم. وده كان نهايه فيديو النهارده. وعلى فكره الحلقه الجايه هتكلم فيها عن كابلات، بس هي مش ماجنتيك بقى، هي كابلات عاديه. والكابلات دي فعلا انت ممكن تستفيد بيها وتجيبها مكان الكابلات الاوريجينال، عشان انتوا طبعا عارفين ان الكابلات الاوريجينال دلوقتي بقت غاليه جدا، فهتكون احسن بدائل ممكن نشتريها. وفعلا الكابلات ممتازه. فما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للشانل وتشغلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديو ده. هينزل قريب جدا. سلام.